من أقنع الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي بأن يذهب لهذه الحرب؟ وما هي نتائج هذه الحرب بما أننا نتحدث عن نتائج الحرب وأصل أسبابها؟ نتيجة هذه الحرب كانت قمع الديكتاتورية وإتاحة المجال للشعب بأكمله للرهان على الحرية وخوض ذلك الرهان. نعم، ولكن هل حدثت؟ هل تحققت؟ كما هو الأمر دائما مع الديمقراطية، كما هو الأمر دائما مع الحرية، الربح أو الخسارة. إنه رهان، إنها مجازفة، مغامرة. بالنسبة لنا نحن الفرنسيين في الثورة الفرنسية تطلب الأمر قرنا من الزمان للانتقال من حكم مطلق إلى حكم جمهوري، قرن كامل. كيف تريدين أن يتحقق ذلك بالليبيين في 5 أشهر أو 5 سنوات؟ لكنه في الطريق لتحقيق ذلك. أفضل عندي أن أكون ليبيا اليوم من أن أكون سوريا. إذا أنت قارنت الحالتين، سوريا التي لم يتدخل فيها أحد وليبيا التي شهدت التدخل، ما هي الحصيلة إذا؟ ما رأيك؟ تدخل عسكري، الحصول على التحكم في عقود الغاز فيما بعد، التخلي عن المسؤولية في إعادة السيطرة على الأمن في البلاد، عدم نزع السلاح من أيدي الميليشيات المسلحة التي تشكلت بعد الحرب، اللا تمكن من السيطرة على جيوب تنظيم الدولة المتشكلة في ليبيا بعد أن أصبحت بالقوة التي هي عليها الآن. هل يمكن لهذا أن يشكل تعريفا للتدخل الاستعماري من وجهة نظرك؟ في حالة ليبيا كان هناك مناشدة ونداء من الأمة والشعب في ليبيا، فكان أن تدخلت فرنسا وأمريكا وبريطانيا. تذكري ليبيا نموذج مختبري جيد. أولا، لقد كانت الجامعة العربية لا الغرب أول من طلب قبل أي طرف آخر إقامة منطقة لحظر الطيران. في ليبيا لم تكن حربا يومية، كانت نهاية عملية، وهذه حالة أخرى للتدخل الخارجي المرغوب فيه من الشعب وتنتفي فيها رغبة الجهة المتدخلة في البقاء. هذه حالة أخرى لحرب لا يمكن وصفها بأنها غير عادلة أو غير منصفة. لماذا لا تدعم وتطالب بالتدخل العسكري في غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة إذن؟ لأن الأمر لا يتعلق بنفس الوضعية. لا يوجد لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة شعب يرغب في الحرية من جهة مقابل ديكتاتورية من جهة أخرى. إسرائيل ليست ديكتاتورية. لا يمكنك القول إنه في الجانب الإسرائيلي ثمة الرغبة أو الإرادة وسبق الإصرار على قتل شعب الضفة الغربية. إذا أنت ذهبت بنفسك إلى رام الله أو أريحة أو الخليل فلن تجد الحالة التي كانت سائدة في بنغازي في زمن القذافي. هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا.